صباح الهنا والسعادة على الناس اللي سكرها زيادة. كل سنة وانتوا طيبين، يا رب دايما كده في الخير متجمعين. النهاردة هنعمل مهرجان العاشورة الخطيرة الكريمي جدا. اللهم بارك، هي بتتكلم عن نفسها بدون قشطة وبدون تكلفة كتير، وكمان هنعمل منها التقليدية جدا، وكمان اللي بالشوكولاتة اللي ولادك هيتجننوا عليها. تعالوا نسمي الله ونصلي على رسول الله عليه الصلاة والسلام. هاتي نص كيلو من القمح او الغله، في ناس بتقول عليه قمح وناس بتقول اللي هي القمح عادي جدا. تمام، ده نص كيلو. عايزه تعملي ربع كيلو تمام جدا، لان النص كيلو هيغرق الدنيا وهتوزعي كمان منه على حبايبك. فده نص كيلو من القمح. اول حاجه ببتدي انقيه لان ده مش مغلف، ده اللي هو السايب اللي عند العطار العادي. تمام، سمي الله كده ونصلي على رسول الله عليه الصلاة والسلام ونقيه كويس جدا. وكمان بصوا هنغسله كويس جدا جدا، يعني قولي كده بتاع 15-20 مرة لغاية ما المية بتاعت القمح دي تكون شفافة جدا. بصي اول حاجة ببتدي اضيف مية كتير جدا وبدعكه بايدي كده، يعني مش زي الرز بتغسليه كده، لا على بصي بدعكه كويس جدا جدا لانه بيبقى كله تراب. تمام، هدلق ده وغسلته بقى زي ما قلت لكم كده، قولي 20-15 مرة كده تحت مية جارية. تمام، هتنقعي القمح يا دودو؟ لا مش بنقع القمح ولا دقيقة، انا غسلته كويس جدا زي ما قلت لكم. وببتدي اجيب الحلة اللي انا هسوي فيها بقى القمح بتاعي وابتدي اضيفه بالشكل ده على طول على طول، مفيش وقت، يعني مش هتنقعي ولا اي حاجة، اول ما تشوفي الفيديو على طول قومي نفذيه. هضيف بقى قولي كمان كده 3-4 كوبايات ميه كده، ما تضيفيش ميه كتيره جدا عليه ولا ميه قليله. وهرفعه على النار. وفي الوقت ده لازم أن تكوني عملتي لايك، وكمان لو لسه ما اشتركتيش في القناه اشتركي في القناه واعملي لايك حلو كده منك ودعوه لاختك دودو وليكي بالمثل. هسيب القمح ده يغلي لمده قد ايه؟ ربع ساعه تلت ساعه. تمام، في الاخر كده انا خلاص هطفي. هضيف 4 معالق من السكر. تمام، وتقدري على فكرة تضيفيهم في الاول مفيش مشكلة خالص. وهتغطي وهتسيبي بقى القمح بتاعنا ده. هو كده اتحول معايا بليلة يبرد. اهم حاجة بس تسيبيه متغطي زي ما هو لغاية ما يهدى كده ويبرد في المية بتاعته. هتيجي تفتحي عليه هتلاقي ما شاء الله اللهم بارك، عندي القمح استوى وفشر وفتح وبقى معايا بالشكل الجميل اللي انتوا شفتوه ده. هبتدي اعمل ايه؟ هشغل النار واسيبه على نار هادية. على طول هجيب كيلو ونص من الحليب او اللبن، اهو اللي هو السايب اللي من عند اللبان، مفيش منه مشكلة خالص. هديله تقلبتين وتعالوا بقى نعمل السر اللي هو بتاع العاشورة اللي بيخليها معاكي كريمي جدا. هضيف 3 معالق من النشا و3 معالق من الكريم شانتيه. تمام، هقلبهم كده واجيب كوباية من الحليب اهو، وابتدي اقلبهم كويس جدا جدا كده، مش عايزة اي تكتلات. هجيب المضرب دلوقتي، اقلب الاول دلوقتي كده بالمعلقة، وبعد كده هجيب المضرب وهقلبهم كويس جدا عشان ما يكونش فيه اي كتلات ولا اي حاجة في الكريمة دي. اهي بقت معايا بالشكل ده. تعالوا بقى ناخدها ونروح على العاشورة بتاعتنا. ابتدت ان هي هتغلي اهي، ما ضيفش الكلام ده كله غير لما تغلي. طبعا هنا هنضيف بقى السكر. هضيف كوبايه كده اللي هو الشوب بتاع الميه ده من السكر. وطبعا هنا السكر حسب رغبتك انت، يعني بتضيفي وتدوقي حسب ما انت ما بتحبي. في ناس بتحب الحاجه مسكره، في ناس بتحب الحاجه تكون مظبوطه براحتك انت وحسب مذاقك انت. هقلب كويس جدا كده السكر. وهنا كان اللبن بصوا لازم يبقبق معايا بالشكل ده اهي كده. هبتدي هنا اسمي الله وبالمضرب وعلى طول تصب تنزل كده بالخليط وتقلب بالمضرب، لازم عشان برضو ما تكتلش ولا تكلكع منك بالشكل ده على طول. ما شاء الله، لا هتحتاجي قشطه. طيب انا عايزه اضيف قشطه، ضيفي يا حبيبه قلبي قشطه في الوقت ده، مفيش منها اي مشكله خالص، او حتى وش اللبن. انا ما ضفتش بصراحه واكتفيت باللي انا المعلقه ال3 معالق من النشا ومعلقتين كبار من الكريم شانتي اللي هو البودر العادي خالص.
قلبت كويس جدا وهتسيبيه لما يغلي هيبتدي يتقل. انا مش عايزاه يبقى القوام بتاعه تقيل، انا عايزاه يبقى القوام كده وسط، لا تقيل قوي ولا خفيف قوي، يبقى كريمي كده. هقلب كويس جدا كده، وفي الوقت ده على النار وسط لغاية ما يبقبق ويغلي معاكي بالشكل ده. لازم يغلي. هضيف في اخر حاجة، خلاص كده انا هطفي. العشورة بتاعتي بقت جاهزة. هضيف باكوين من الفانيليا. دي العشورة التقليدية العادية جدا. طيب انا عايزه اعمل بالشوكولاته، وولادي بصراحه انا كنت هستكفى بالموضوع، فقالوا لي لا احنا عايزين عشرة بالشوكولاته. قلت ما فيش مشكله، تمام نعمل عشرة بالشوكولاته. جبت حله ضفت فيها كوبايه من الحليب، ضيفي عليها معلقتين ونص من الكاكاو الخام الاسباني اللي هو بيبقى غامق شويه ده. هضيف هنا ايه كمان معلقتين كبار من الكريم شانتي، ومعلقه واحده بس من النشا. وهبتدي هقلب كويس كده. طبعا النار هنا انا مهديها خالص، عايزه كله الاول كده على البارد، وبعد كده هعلي النار وسط لغايه ما الخليط ده كله يغلي معايا ويديني الشوكولاته. عندي مكعب بس هضيف لها كمان مكعب من الشوكولاته، وده اختياري جدا. تمام، كان موجود بصراحه عندي مكعبين كده من الشوكولاته. بيدوا طبعا الطعم بصراحه في حته تانية. اهو كده غلت معايا، هسمي الله وابتدي اخد من العاشوره اللي احنا عملناها اللي هي بالفانيليا العاديه خالص دي على اللي بالشوكولاته. وخلاص كده يعتبر احنا عملنا كمان اللي بالشوكولاته، بقت كمان جاهزه معانا. هضيف كده وبعد كده هقلب. وفي الوقت ده دوقي، لو احتاجت منك سكر تاني ضيفي، ما احتاجتش مفيش مشكله. انا احتاجت معايا 3 معالق، ضفت لها 3 معالق كمان من السكر. وفي الاخر قبل ما بطفي بضيف باكوين من الفانيليا. بصوا وش ما شاء الله لا قوه الا بالله، العصوره كريمي جدا كانك حاطه فيها قشطه، لان اللبن بخيره. ف تمام جدا. زي ما قلت، حابه تضيفي قشطه ضيفي، عايزه حابه عندك وش اللبن وحابه تضيفيه ضيفيه. معاكي كل البدائل. انا ما ضفتش قشطه بصراحه ولا وش اللبن ولا اي حاجه، حباها خفيفه كده وزي الفل. ما شاء الله بتكرمش وبتديكي وش وكانك حاطه لها ايه، قشطه بصراحه. زيني بقى زي ما انت حابه تزيني. كل سنه وانتم طيبين. ما تنسانيش بدعوه حلوه كده وليكم بالمثل، وجربوها ان شاء الله هتنال اعجابكم. سلام عليكم.